بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده محاضرة عن الكدني فانكشن تيست، وده طبعا تيست مهم جدا وبيجي لنا كلنا كدكاترة معمل. في أسئلة كتير بتتسأل فيه، فبنبقى عايزين بس نبقى عارفين البيزك بتاع الحاجات دي عشان نقدر نجاوب على الأسئلة اللي أي مريض أو أي ريلاتيفز بيبقى يسألنا فيها. أول حاجة هنقول هو يعني اليورينري سيستم كله عموما عبارة عن كدني، يوريتر، يورينري بلادر، والاكسترنال يوريثرا. تمام كده. اهم جزء عندي اللي انا شغاله عليه عشان يديني الكدني فانكشن تيست جزء النفرون. يا جماعه جزء النفرون ده عباره عن يعني كل كليه في جسمنا فيها about 1 مليون نفرون، عباره عن زي مصفى كده بتصفي لي وتعمل لي فلتريشن لكل السوليوتس اللي موجوده في جسمي. تكون من جلوميرولس اللي هي بتبقى بدايتنا من حاجه اسمها افرنت ارتريولز، بيبقى يعني جاي من الرينال ارتري، بيدخل على جزئيه النفرون، بيعمل لي حاجه اسمها زي كابيلاريز. الكابيلاريز دي تتجمع مع بعضها بتعمل لي الجلوميرولاي، وبيطلع منها النهايه بتاعتها اسمها افرنت ارتريول. تمام. حوالين الجلوميرولس ده عباره عن زي سبيس كده موجود اسمه دامنز كبسول، بيطلع منه حاجه اسمها البروكسيمال كونفوليوتد تيوبول، ودي حاجه عظيمه جدا يعني بتعمل فانكشن رهيبه في جسمنا. وبعد كده بيطلع منها لوب اوف هينل، الديسندنج لوب اوف هينل، وبعد كده الاسندنج زين الديستال كونفوليوتد تيوبول اند الكولكتنج ضغط. تمام. تمام يا جماعه. تمام يا دكتور، تمام معاك. تمام. عشان نتكلم عن الفانكشن بتاعتنا بتاعت الكدني، الفانكشن الرئيسيه بتاعت الكدني عندي about 5 function. اول حاجه excretory function، كلنا عارفين الاكسكريشن والبنفيت بتاعت الكدني في الجزئيه دي. في حاجه اسمها regulatory function، في ووتر هيموستاسيس اللي هي بيبقى في الاخر الاند برودكت بتاعه اليورين، وفي طبعا الكدني ده عباره عن بفر سيستم في الاسيد بيز هيموستاسيس، وطبعا الكدني لها رول كبير جدا كاندوكراين فانكشن. اول حاجه الاكسكريتوري فانكشن بتاع الكدني بتعمل ايه؟ يعني انا دلوقتي الاكسكريشن بيبقى ايه اللي بيحصل في الاكسكريشن او فانكشن من الكدني؟ ايه اللي بيحصل؟ الجزء بتاع الجلوميرولاي ده بيعمل لي كفلتريشن او بيطلع لي جيت ريد اوف من كل الحاجات الويست او الحاجات اللي هي الانديزرابل اند برودكت اللي طالعه من الميتابوليزم بتاع جسمنا وبيطلعها اوتسايد ذا بودي. مين هم الحاجات بقى اللي انا مش محتاجها تبقى موجوده في جسمي بيحصل لها اكسكريشن؟ زي حاجه اسمها الان بي ال اللي هي النون بروتين نيتروجينس برودكت، اللي هي اليوريا والكريات واليوريك اسيد. دي حاجات بتبقى زي اند برودكت كده بس في ليميتد اماونت وستيبل اماونت موجوده في الجسم. في الاورجانيك اسيدز، في الالكترولايتس زي مثلا صوديوم وبوتاسيوم كلورايد. ده كاكسكريتوري فانكشن الكدني بتقدمها، مين فانكشن بتعمل لي جيت ريد اوف من الحاجات اللي انا مش محتاجها، الجسم مش محتاجها، بس في اماونت معقوله ومعلومه يعني. فانكشن اساسيه اللي الكدني بتعملها برضو الريجوليشن او الريجولاتوري فانكشن اللي هي اسمها الهيموستاتيك فانكشن. يعني ايه هيموستاتيك فانكشن؟ يعني انا كل جزء من النفرون، كل جزء من التبيول بيقدم له وظيفه كبيره جدا. لو اتكلمنا على الجزء الاول هو الجلوميرولس او الجلوميرولاي، ده بتعمل لي بروتكشن للبروتين، ما تخليش البروتين يعدي بسهوله. يعني كل البروتين حول الجزء الكابيلاريز او الجلوميرولس ده تعمل له فلتريشن، يعني ما بتعديش البروتين ده تعمل كبارير من الباسج البروتين ان هو يوصل لاي تيوبيول. تمام. المين فانكشن بتاع الجلوميرولس يبقى عباره عن بروتين بروتكشن او بارير للبروتين. جزء البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول بيعمل لي تو فانكشن. الفانكشن الاولانيه بيعمل ري ابسوربشن، يعني في حاجات عدت من الجلوميرولس، لا ده انا هعمل لها امتصاص تاني، اعاده امتصاص عشان اخدها تاني للجسم. تمام. طبعا الري ابسوربشن مينلي هنا بيبقى كل الجلوكوز يا جماعه بيحصل له ري ابسوربشن، كل الامينو اسيد او موست من الامينو اسيد ما بيحصل له ري ابسوربشن. حوالي 75 ل 75% من الحاجات اللي حصل لها فلتريشن زي الصوديوم والبوتاسيوم والووتر بيحصل لهم ري ابسوربشن تاني. وطبعا البايكارب بيكون عدى جزء كبير منها من الجلوميرولس، فبيحصل لها ري ابسوربشن في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول about 75%. تمام. وكمان 75% من الفلتر
كالسيوم. يبقى انا كده حصل ري ابزوربشن لكل الجلوكوز، يعني الجلوكوز المفروض ما يعديش ينزل في اليورين كل او موست اوف الامينو اسيدز، و75% من الكالسيوم، و70 او 75% من البوتاسيوم والصوديوم والووتر. دول تحت الافكت بتاع الالدوستيرون يا جماعه. يعني الري ابزوربشن اللي حصل في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول بيبقى الافكت هنا للالدوستيرون. خلاص. طيب البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول دي بتعمل لي كمان فانكشن ثانيه اسمها سكريشن. يعني ايه سكريشن؟ يعني انا دلوقتي الري ابزوربشن الحاجه اللي طلعت من الجلوميرولس، لا انا بعيد امتصاصها تاني وادخلها جوه البلازما. لكن السكريشن كاني بعمل ادنج الحاجات من البلازما جوه الرينال تيوبيول. تمام. فالسكريشن هنا بيبقى لليوريك اسيد والكرياتينين، وفي حاجه اسمها البي اس بي اللي هي عباره عن فينو سلفون فيسالين. تمام. يبقى لو قلنا يا جماعه الفانكشن بتاعت البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، المين فانكشن بتاعتها الري ابسوربشن. ري ابسوربشن يا جماعه. خلاص. بعد كده الجزء بتاع اللوبفينال اللي هو في عندي بارت ديسندنج وفي بارت تاني اسندنج. البارت الديسندنج بيعمل لي بيعمل ري ابزوربشن لكام بقى؟ للباقي من الصوديوم والبوتاسيوم. يبقى انا كنا قلنا ان حوالي 70% او 75% من الصوديوم والبوتاسيوم حصل لهم ري ابزوربشن في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. لا اللوبفينال بقى هيحصل حوالي 25% من الصوديوم والبوتاسيوم. بس اهم حاجه هنا في اللوبوفينال ما بتعملش ري ابزوربشن للووتر. ما بيعملش ري ابزوربشن للووتر يا جماعه. الجزئيه الاولى في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول بيبقى فيها الووتر 75% بيحصل له ري ابزوربشن. اللوبوفينال لا، الووتر اللي عدى مش هعمل له ري ابزوربشن هنا. تمام هنا؟ ايوه. بعد كده الجزء بتاع الديستال كونفوليوتد تيوبيول رجعنا تاني اللي هو بيبقى ليها تو فانكشن ري ابزوربشن وسكريشن. ري ابزوربشن هنا هيبقى خلاص احنا عدينا 70% او 75% من البوتاسيوم من الصوديوم، وبعد كده في اللوب هنا حوالي 25 من الصوديوم. فالباقي كده كام عشان نبقى خلاص كومبليت الصوديوم خدناه؟ يبقى حوالي 10% من الصوديوم بيحصل لهم ري ابزوربشن في الديستال كونفوليوتد تيوبيول. بس في جزئيه الديستال كونفوليوتد تيوبيول هنا هيحصل كاكستشينج، مش هيحصل ان انا بعمل له امتصاص لوحده كده، لا ده انا بعمل كاكستشينج مع الهيدروجين او مع البوتاسيوم. تمام هنا. وبرده هنا تحت الافكت بتاع الالدوستيرون. خلاص. يبقى البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول والديستال كونفوليوتد تيوبيول يا جماعه هما الاثنين اندر الافكت بتاع الالدوستيرون عشان يعمل لي ري ابزوربشن للصوديوم مني. الديستال كونفوليوتد هتعمل لي كمان سكريشن للهيدروجين عشان نعمل بعد كده ريجنريشن منها اللي هو الامونيا. كولكتنج ضغط او الضغط اللي هي اللي بقى كبير عشان في الاخر تديني او تصب في الرينال بيلفس هتعمل لي ري ابسوربشن لكل الووتر بقى يا جماعه اللي المفروض عدى بقى من الديستال كونفوليوتد تيوبيول. لا ده هنا بقى هرجع اعمل امتصاص، بس هنا هيبقى اندر افكت بتاع الانتي دايوريتيك هرمون. خلاص. ده المين ريجولاتوري فانكشن بتاع الكدني. كل جزء مختص بحاجه. لو اتكلمنا عن البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول المين فانكشن بتاعته ري ابسوربشن. تمام. مين للصوديوم بوتاسيوم والووتر والكالسيوم والموست امينو اسيد طبعا الاول جلوكوز. يعني المفروض ما الاقيش جلوكوز في اليورين يا جماعه. خلاص. لو حصل ان انا لقيت جلوكوز في اليورين معناها ان انا حصل ايه؟ ديفكت في الري ابزوربشن او في الريجولاتوري فانكشن بتاع الكدني او في جزئيه ملي البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. خلاص. اللوب هنا بيشتغل بس على الري ابزوربشن بتاع الصوديوم والبوتاسيوم بس ما بيمتصش معاه اي ميه. ديستال كونفوليوتد the same as proximal convoluted تعمل لي ري ابسوربشن للصوديوم الباقي بس باكستشينج مع البوتاسيوم والهيدروجين، وبتعمل لي ريجنريشن للهيدروجين ايون عشان تطلع لي في الاخر الامونيا في الكولكتنج ضغط. الكولكتنج ضغط بتعمل ري ابسوربشن للووتر اندر الافكت بتاع الانتي دايوريتيك هرمون. خلاص يا جماعه كده؟ تمام. الفانكشن الثالثه بتاعت هي دي مقدمه بتبقى يعني محتاج نقولها عشان بعد كده نعرف اللي بيجي لنا اللاب بيبقى شغالين على اي اساس. فلو انتوا حاسين ان البدايه مش لطيفه قوي هتبقى بعد كده الحاجات اللي احنا عارفينها كلها. الووتر هيموستيز احنا عارفين طبعا ان الاند برودكت بتبقى يورين. يعني انا شغال دلوقتي في الكلى على ميه، لازم يبقى في فانكشن للكلى بتشتغل لي على الهيموستيزيس او الهيمودايناميك بتاع الميه.
ازاي بقى؟ احنا قلنا حوالي 70% بيحصل لهم ري ابزوربشن فين يا جماعه؟ في البوكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. بالظبط كده. طب واللوبو فينل؟ لا ما بيمتصش الباقي الووتر خالص، صوديوم وبوتاسيوم. يعني صوديوم وبوتاسيوم، مفيش ميه. يعني about 5 او اقل من كده، او ممكن ما يبقاش فيه خالص ري ابزوربشن للووتر، وال10 الووتر. او كده في الديستال كونفوليوتد تيوبيول، والريمنت طبعا اي حاجه متبقيه طبعا من الووتر ما حصلهاش ري ابزوربشن، هيحصل لها ري ابزوربشن في الكولكتنج ده. تمام. يبقى اقل برسنتج او مش موجوده تماما في اللوب هنا، ما فيش ري ابزوربشن للووتر. تمام. فانا دلوقتي لو بقول ايه اللي هيعمل لي هيموستاسيس، هنعمل لها ديترمينيشن ازاي للهيموستاسيس ده؟ بالفاكتورز اللي بتاثر لي على الموضوع ده، اللي هو الكميه الميه اللي انا واخداها، او الووتر اللي انا الخلايا بتاعتي بتطلعه في اثناء الميتابوليك بروسيس، او انا دلوقتي في عندي اكسترا رينال لوس، زي مثلا في وقت صيف في عرق كتير، فبيطلع كميه ووتر كتير، فطبعا ده هيأثر لي على الهيموستاسيس بتاع الميه. او واحد مثلا عنده ضرريه او كده، فداخل في البرودكشن بتاع الستول كميه كبيره من الووتر، فهتاثر لي على الووتر هيموستاسيس. طيب انا دلوقتي لو بقول الكدني ابيليتي عشان تطلع لي سواء كونسنتريتد او دايليوتد يورين، هتاثر لي بايه؟ اثر لي بكميه السوليوت لود اللي موجوده في اليورين ده. لو انا عندي حاجه اسمها المينيمم يورين فوليوم، عندي كميه اليورين القليله، لما اجي اعمل لها ديترمينيشن اعملها بايه؟ بكميه السوليوت اللي موجوده فيه. مين هم المين سوليوت المفروض موجوده اللي انا على اساسه بعمل يعني بقول ده ايزوتونيك ولا ده هايبو اوزموتيك ولا ده هايبرتونيك؟ السوليوتس الموجوده يا جماعه في اليورين او في جزئيه الووتر كلها اللي في جزئيه الرينال عباره عن صوديوم، بايكارب، كلورايد، وجلوكوز. دول المين سوليوتس اللي موجوده عندي. فلو الكميه بتاعت الحاجات دي زايده، فمعناها ان انا عندي سوليوت لود، فهتطلع لي كونسنتريتد يورين، صح كده؟ تمام. فانا دلوقتي الحاجات دي لازم ابقى عارفه حصل لها فلتريشن ولا حصل لها ري ابزوربشن، ولا ما طلعتش حصل عندي دايلوشن لليورين. في فانكشن او حاجه كده، سؤال بيجي كتير بيقول حاجه اسمها كاونتر كارنت مالتيبلاير سيستم. ده ايه بقى؟ يعني انا دلوقتي جزئيه اللوب هنا اللي كان فيه ري ابزوربشن للووتر كان قليل او يكاد يكون منعدم، عامل لي حاجه اسمها كاونتر كارنت. يعني ايه؟ بيعمل لي زي ايه؟ انا دلوقتي لو بص على الرسمه الموجوده قدامكم يا جماعه، هتلاقوا البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول كاتب لي ايزو اوزموتيك. يعني ايه ايزو اوزموتيك؟ يعني في تعادل ما بين الاوزمولاليتي بتاعت البلازما والاوزمولاليتي بتاعت الفلترت اللي ماشي جوه البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، سواء صوديوم، بوتاسيوم، بايكارب، ذا سيم، ما حصلش لسه اكستشينج او ما حصلش اي حاجه، كميه زي ما هي. اول ما وصلنا لللوب هنا، حصل هنا ان بقت هايبر اوزموتيك. لاحظوا ان الرسمه اللي فوق كورتكس، واول ما بنزل تحت داخله في المضله. فدلوقتي اللوب هنا بيحاول بيعمل لي هايبر اوزمولاليتي في الجزئيه بتاعت الفلتر. ليه بيعمل كده؟ لانه عنده هاي برميابيليتي للووتر. يعني هو مش بيعمل ري ابزوربشن، لا ده بيعمل برميابيليتي، بيخلي الووتر كانه بيرشح لي التيشو اللي حواليه، فبيخلي لي هنا الاوزمولاليتي، بيخلي الجلوكوز اللي عدى او الصوديوم اللي عدى او البوتاسيوم اللي موجود، خلالي هنا اليورين هايبر اوزمولار. تمام يا جماعه؟ لانه عنده هاي برميابيليتي للووتر، مش هاي ري ابزوربشن. يعني انا الجزء الري ابزوربشن ده اعاده امتصاص، لكن البرميابيليتي لا، هو بيعمل كانه بيرشح الميه للتشو اللي حواليه، فبيخلي الفلتر اللي معدي كونسنتريتد، فبياخد هنا هايبر اوزمولاريتي. اول ما بنطلع بقى مع الاسندنج لوب هنا ونوصل للجزء بتاع الديستال كونفوليوتد تيوبيول، هتلاقي مكتوب هايبو اوزمولار. ليه بقى هايبو اوزمولار؟ هايبو اوزمولار معناها ايه يا جماعه؟ معناها ايه؟ هايبو اوزمولار معناها ان السوليوتس قلت، ومعناها ان الووتر هو اللي زايد، صح كده؟ لان حصل عندي اكستشينج ما بين الصوديوم مع البوتاسيوم ومع الهيدروجين ايون عشان يحصل ري ابزوربشن للسوليوتس دي كلها، ما يحصلهاش لوس ان يورين. تمام يا جماعه؟ يبقى انا دلوقتي ده الكاونتر كارنت بتاع السيستم اللي موجود في الكدني، اللي هو اللوب هنا از ذا مين فانكشن او از ذا مين ريجوليتور للجزئيه دي، بيعمل ان بيخلي لي جزئيه الفلتر هنا هايبر اوزمول علشان في هاي برميابيلتي للووتر اونلي. لكن جزئيه
الاسندنج مع الديستال كونفوليوتد تيوبيول ده عندها برميابيلتي عاليه للصوديوم، خلاص، فبتخلي لي هايبو اوزمولار. السؤال ده بيجي كتير، بيقول لك مين فيهم الجزئيه اللي فيها الاوزمولاريتي عاليه ومين فيها الاوزمولاريتي قليله. تمام يا جماعه، عرفنا السبب؟ كده تمام يا دكتور. يعني انا دلوقتي الجزئيه دي اتفهمت؟ لو حد محتاج حاجه يقول. تمام يا دكتور. ايوه تمام يا دكتور، اتفهم. ماشي يا حبيبي. طيب ايه الفانكشن بعد كده اللي احنا بنتكلم عنها ودايما يعني معظم الدكاتره يسالونا فيها؟ حاجه اسمها الاسيد بيز هيموستاسيس. وايه اللي دخل الرينال جوه الاسيد بيز؟ احنا عندنا اصلا تو بافر سيستم في جسمنا، الرينال واللنج. اللنج ده مسؤول عن كربون دايوكسيد ريجوليشن، صح؟ ده اللي احنا عارفينه. طيب والرينال بارت مسؤول عن ايه؟ سولت ووتر. مسؤول عن الباي كارب. مش انا عندي اصلا اللي انا المعادله اصلا بتاعت البي اتش بتاعتي بتبقى عباره عن باي كارب فوق، عباره عن سي او 2. يبقى انا عندي التو بارتس اللي هو الباي كارب اللي فوق ده مسؤول عنه الرينال، وجزء السي او 2 في المعادله بيبقى مسؤول عنه اللنج. خلاص يا جماعه، انا عندي تو بافر سيستم عشان يظبطوا لي البي اتش اراوند 735 745. التو بافر سيستم عباره عن الجزئيه اللي فوق المعادله بتساوي البي اتش بتساوي يا جماعه اسمها ايه، باي كارب اتش سي او 3 على السي او 2. الباي كارب المسؤول عن البفر سيستم بتاعه الرينال. بيعمل ايه الرينال؟ بيعمل ري ابزوربشن. مش احنا قايلين لسه في البروكسيمال كونفوليوتيف عامل لي اباوت 80% من الباي كارب حصل لهم ري ابزوربشن، يعني بيعمل ري ابزوربشن للباي كارب من اليورين عشان ما يحصلوش لوس في اليورين، عشان يحافظ لي على البي اتش. طيب واللي بيعمل لي ايه تاني؟ طب انا الباي كارب ده بالنيجاتيف، ايه اللي عندي بالبوزيتيف؟ بالبوزيتيف تشارج عكس الباي كارب الهيدروجين. الهيدروجين يا جماعه اللي هو البوزيتيف تشارج بيعمل له اكسكريشن. واحنا قلنا في الاخر هنا حصل اكستشينج الصوديوم مع الهيدروجين والبوتاسيوم، فالهيدروجين يا اما بيحصل له لوس اكسكريت، يا اما بيطلع فيه اليورين، يا اما بيحصل له كومباينيشن مع ال NH3 عشان يطلع لي الامونيا في الاخر NH4، يا اما بيحصل له بايند مع مركب موجود في الجسم اسمه الصوديوم هيدروفوسفات اللي هو NaHPO4 عشان يكون لي مركب اسمه NaH2BO4، وده بيحصل له فلتريشن في اليورين. تمام؟ خلاص يا جماعه، يبقى انا دلوقتي عندي اسيد بيز المين فانكشن بتاع الرينال، جزئيه الرينال اللي تخصنا النهارده بيعمل لي ري ابزوربشن للبايكارب اباوت 80% عشان ما يحصلش لوس للبايكارب في اليورين، بيعمل لي اكسكريشن للهيدروجين. بيعمل اكسكريشن للهيدروجين في ثلاثه في ان 3 شيب. اول حاجه ان هو بيطلع لي الهيدروجين عادي ينزل في اليورين يبقى اندوستيشيتد، او يحصل له كومباينيشن مع ال NH3 عشان يكون لي ال NH4، يا اما بيتحد مع ال NaHBO4 ويطلع لي NaH2BO4. تمام؟ ما هو لو حصل ريتنشن للهيدروجين ايه اللي هيحصل؟ البيشنت هيدخل في ايه يا جماعه؟ لو حصل ريتنشن للهيدروجين ايه اللي هيحصل؟ اسيدوزيس. بالظبط كده، الجسم هيدخل مني في حاله اسيدوزي. تمام؟ اسيدوزس. اسيدوزي بالظبط كده. طيب الفانكشن الخامسه ودي فانكشن برضو من الحاجات الاساسيه اللي بتعملها الكدني، اندوكراين فانكشن. يعني هي الكدني لها اندوكراين فانكشن، لها برايمري فانكشن ولها سكندري فانكشن. هي مسؤوله عن، احنا كنا قلنا في الهيماتولوجي مسؤوله عن ايه يا جماعه؟ عن البرودكشن الريثروبايسين برافو من البروكسيمال بالظبط كونفوليوتد تيوبيول. بالظبط كده. يبقى من السيلز اللي هي كلوز للبروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. هو انا محتاج الاريثروبويتين يعمل لي ايه؟ ده المين ستيمولس ان هو بيطلع لي اصلا الاريثرويد بروجينتور من البون مارو. تمام؟ يعني معنى كده ان انا اي افكت في الكدني هياثر لي على الاريثروبويتين ليفل، فهيديني البيشنت، هيدخل البيشنت في انيميا. فعشان كده معظم مرضى الرينال عندهم كرونيك انيميا، وساعات بيدوهم طبعا عاده يعني بيدوهم حقنه الاريثروبويتين او الحقن اللي بياخدوها الشهريه عشان ترفع لي الاريثروبويتين ليفل. تمام يا جماعه؟ لان الاندوكراين فانكشن بتاع الكدني منلي بتعمل لي برودكشن للاريثروبويتين، وكمان بتعمل لي برودكشن للرينين. ايه هو الرينين ده بقى يا جماعه؟ الرينين ده حاجه كبيره كده يعني طالع من الجلوميرولار سيلز، مسؤول عن يعني ميتابوليزم كبيره في جسمنا مع الالدوستيرون، وبيظبطوا لي الليفل بتاع الصوديوم والبوتاسيوم. وبعد كده كمان بتطلع لي البروستاجلاندين.
البروستاجلاندين وسترومباكسان A2. والبروستاجلاندين ده عباره عن رينال فازودايليتور، يعني هو طالع من الكدني، هو بيعمل لي فاز دايليتيشن للرينال، فبيزود لي الرينال بلاد فلو. وانا محتاج الرينال بلاد فلو يزيد عشان يزود لي الفلتريشن ريت، لان كل ما حصل يعني البلاد فلو زاد للرينال جلوميرولاي، كل ما حصل ان انا الكليرنس بتاعي بقى كويس، بقت الدنيا بالنسبه لي كويسه. لكن السترومباكسين ده النقيض بتاعه بالظبط، ده الميجور كونستريكتور للرينال بلاد فلو. خلاص. طيب هي كمان الكدني بتعمل لي حاجه مهمه جدا، بتعمل لي اكتيفيشن للفيتامين دي. ازاي؟ بتعمل لي اكتيفيشن ل 21 داي هيدروكسي كوليكالسيفيرول. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي بتحافظ لي على الفيتامين دي لو الرينه بتاعتي كويسه. عشان كده المريض لو انا لو ما حصليش يا جماعه اكتيفيشن، لو ما حصلش اكتيفيشن فيتامين دي، فمش هيحصل ايه؟ ابزوربشن للكالسيوم، والمريض هيدخل مني في هايبوكالسيميا. صح كده؟ فعشان كده لما المريض بتاع الكلى بيجي، بقوم رايح عامل له الحاجات الصوديوم والبوتاسيوم، واللي بعمل له الكالسيوم، ابقى عارف بطلب الكالسيوم ليه؟ لان لو ما حصلش اكتيفيشن فيتامين دي، مش هيحصل ابسوربشن للكالسيوم، فيدخل المريض مني في هايبوكالسيميا، وبعد كده اوستيوبروزيس. صح كده؟ يبقى انا الاندوكراين فانكشن بتاع الرينال يا جماعه، حد يعرف يقول لهم؟ الاندوكراين فانكشن في البرايمري اللي هو الاريثروبويتين برودكشن، علشان ده من البي سي تي، ده مهم في الاريثروبويسيس. وفي كمان من الجلوميرولار سيلز بتفرز الرينين والبروستاجلاندين. الرينين ده مهم في الميتابوليزم بتاع احنا قلنا ايه؟ الصوديوم. ايوه. والبروستاجلاندين اللي هو بيزود رينال بلاد فلو. خلاص. ايوه. وعكسه على طول السترومباكسان A2. تمام يا جماعه؟ عكسه. تمام. طيب انا دلوقتي السكندري بقى اللي هي مهم. كمل ولا ايه؟ كملي. هو بيعمل اكتيفيشن للفيتامين دي 3 اللي هو بيعمل مهم في الميتابوليزم بتاع الكالسيوم. ايوه كده. وكمان هو تمام. لو ما حصلش اكتيفيشن ايه اللي هيحصل؟ هيبقى في هايبوكالسيميا بقى بالظبط كده. طيب احنا كاطباء معمل محتاجين نعرف الكلام ده ليه؟ احنا بننجد في نفسنا ليه كده؟ علشان ابقى عارف الفانكشن اللي جايه لي، او التست اللي الطبيب بعته ده مرتبط بايه. خلاص، يبقى انا دلوقتي ابقى عارف هو ده عايز جلوميرولار فانكشن، ولا عاوز تيوبولار فانكشن، ولا عايز ايه بالظبط. يبقى انا دلوقتي الانفستيجيشن لاي رينال ديزيز، اول حاجه بعملها يورين اناليسيس، صح؟ وده هيبقى ليها محاضره لوحدها. والكدني فانكشن تيست. ايه الكدني فانكشن تيست بقى؟ انا عندي في الرسمه جلوميرولاي، وعندي بعد كده تيوبيول، صح؟ يبقى انا هيبقى عندي جلوميرولار فانكشن وتيوبيولار فانكشن. ايه هي الجلوميرولار فانكشن؟ احنا قلنا المين فانكشن بتاع الجلوميرولاس ايه يا جماعه؟ فلتريشن، الترشيح. يبقى الجلوميرولار فانكشن هيبقى جلوميرولار فلتريشن وجلوميرولار بيرميابيليتي. الفلتريشن ان انا عايزه اشوف كليرنس تيست، هي الجلوميرولار فلتريشن هيبقى تحتها كليرنس تيست، والليفل بتاع الان بي ان اللي هو عباره عن النون بروتين نيتروجينوس برودكت. النون بروتين نيتروجينوس برودكت اللي قلنا عليهم اليوريا والكريات واليوريك اسيد. خلاص. والجلوميرولار بريمابيليتي طبعا اللي مسؤول عنها الجلوميرولار البروتينيوريا. انا يا جماعه لو قلنا دلوقتي ايه الكدني فانكشن تيست يا جماعه اللي خاصه بالجلوميرولاي؟ الفلتريشن والبرميابيليتي. برافو. الفلتريشن نون بروتين اللي هم المين فانكشن احنا هنتكلم عليها النهارده الكليرنس. كليرنس. والليفل بتاع الان بي ام. خلاص. والجلوميرول برميابيلتي اللي هي مسؤول اللي بعد كده هنتكلم فيها عن البروتينيوريا. صح كده؟ ايه هي التيوبولار فانكشن من خلال ما احنا نبقى عارفين بقى؟ التيوبولار فانكشن كده ري ابسوربشن كاباسيتي، والكونسنتريتنج باور، والاسيديفيكيشن عشان موضوع الاسيد بيز. خلاص. لو اتكلمنا النهارده عن الكليرنس عموما، يعني ايه كليرنس؟ حد عارف يعني ايه كليرنس يا جماعه؟ او ايه هو الكليرنس وايه هو الجلوميرولار فلتريشن ريت؟ ايه الفرق؟ الكليرنس اللي هو ان في فرق ما بينهم؟ نعمل من البلازما
هو انا صوتي تمام مش واضح يا حبيبتي، واضح. clearance of substance from البلازما، يعني complete clearance للسبستانس بالظبط كده. يبقى انا دلوقتي أو بشوف remover. الفوليوم بتاع البلازما اللي منه حصل كومبليت كليرنس للسبستانس دي بالكدني في خلال وقت معين، صح كده؟ يبقى انا دي عباره عن، طب هي بتساوي الجلوميرال فلتريشن ريت ولا ما بتساويهاش، ولا ايه الفرق يا جماعه؟ في فرق ما بين الجي اف ار والكليرنس تيست؟ هو تقريبا على حسب السبستانس نفسها اللي بيتعمل لها، لو هي complete reabsorption ف والسبستانس اللي هي بينزل منها في اليورين يعني بتختلف باختلاف السبستانس نفسها، اعتقد كده يعني. طيب هو الكليرنس تيست هو بيعمل لي استيميشن للجلوميرولار فلتريشن دي. يبقى انا دلوقتي لو انا بقول جاي لي في المعمل بتاعي كليرنس تيست، يبقى انا عارف ان الطبيب ده عايز يقيم الريت بتاع الفلتريشن بتاع الجلوميرولس، خلاص؟ يعني لو انا كتبت كليرنس تيست بيساوي جي اف ار، بيساويها، واعمل المعادله بتاعتي عباره عن اليو في الفي على البي. ايه اليو في الفي على البي؟ اليو ده اللي هي عباره عن اليورين كونسنتريشن بتاع السبستانس، واحنا هنقول السبستانس اللي احنا المفروض بنعمل لها كليرنس، او مين هم البيست سبستانس اللي المفروض يتعمل لها كليرنس. يبقى اليو في الفي على البي، دي المعادله اللي بحسبها يا جماعه في كل الاجهزه بتتحسب، يو في الفي على البي. اليو اليورينري كونسنتريشن بتاع السبستانس، في الفي اللي هو الفوليوم بتاع اليورين ملي لتر بير مينيت. انا دلوقتي بعمل كوليكشن، خلاص؟ كوليكشن في قد ايه؟ لو انا دلوقتي المريض اداني في 4 ساعات مثلا، او اداني في 6 ساعات، فبقوم مكمل التايم بتاعي الباقي على 24 ساعه، لان انا المفروض ببقى حاسب كوليكشن بتاع اليو في الفي على البي، الفوليوم كله كوليكشن في 24 ساعه، تمام؟ وبشوف البي بقى اللي هي عباره عن بلازما كونسنتريشن بتاع السبستانس. انا يا جماعه الكليرنس تيست ده عباره عن كميه الفوليوم بتاع البلازما اللي انا حصل منه كليرنس، كومبليت كليرنس للسبستانس دي بالكدني في خلال اليونت تايم. اليو في الفي على البي، دي معادله ما بتتنسيش علشان نبقى عارف كل حاجه بتتقاس ازاي. اليورينري بقيسه بالملي جرام على الديسيليتر، وكذلك اللي في البلازما بالملي جرام على الديسيليتر. تاني حاجه لازم اكون واخده بالي وانا في المعمل ان لو جالي عينه كليرنس تيست يا جماعه، المس او اي حد منزل لي يورين، بعمل منه اليورين كليرنس، اليورين كونسنتريشن بتاع مين؟ الكريات مثلا. ولازم في الوقت ده هيكون معايا عينه البلازما، ما ينفعش يبقى البلازما مبعوثه قبلها بكام ساعه او قبلها بيوم واحسبها على اساسه، لازم تكون at the same time. انا سحبت اليورين فوليوم، قلت للمس جمع لي الكوليكشن بتاعه، او تجيب لي الاماونت اللي هو مجمعه، وبضرب انا بعد كده اكمل التايم بتاعي، او لازم يكون عينه اليورين مع عينه البلازما، تمام؟ ماشي يا جماعه؟ تمام يا دكتور. ايه هي الايديال ماركر للكليرنس بقى؟ مين هم يعني ايه فكره ان انا اعمل كليرنس، او ايه هي السبستانس البيتر ان انا استخدمها في الكليرنس؟ هي هيكون لها كرايتيريا معينه ان انا بيحصل لي السبستانس دي فلتريشن ايزلي من الجلوميرولات، يعني بتحصل لها بتتفلتر كويس، complete by الجلوميرولات، يبقى easily and completely by filtration by الجلوميرولات. تاني حاجه نيفر ان هي يحصل لها اكسكريشن، ما تعديش بره، ولا بيحصل لها ري ابزوربشن، يعني ما بتتاثرش. انا بتكلم هنا على مين؟ على الجلوميرولار فانكشن، فماليش دعوه بالتيوبولار فانكشن نهائي، يبقى انا ماليش دعوه باكسكريشن ولا ري ابزوربشن. تاني حاجه لازم تكون موجوده في البلازما ستيبل كونسنتريشن، وكمان تبقى سهله جدا ان انا اعرف اقيسها في المعمل، يبقى ايزلي ميجرد في اللاب. يبقى الايديال ماركر يا جماعه بتاع الكليرنس عباره عن 4 حاجات. ايه يا سمسمه؟ ان يكون completely filtered من الجلوميرولاي، تمام وفلتريشن easily، تمام، اكون اقدر اقيسها في المعمل عندي، ايزلي ميجرد ان لاب، تمام، وباقي واحده رابعه وثابته في البلازما وستيبل وثابته في البلازما. اه وفي واحده كمان ان هي ما بيحصلهاش نايزر اكسكريتد excretion or absorption. باي تيبيول. طيب مين هم طب انا دلوقتي لو قلت لك يا اسماء انا عندي ماده بيحصل لها كومبليتلي فلتر بالجلوميرولس، تمام، وكومبليتلي تمام. ابزوربشن كمان بالتيبيول، الكليرنس بتاعها هيبقى كام؟ 0.
برافو. زي مين يا جماعه؟ جلوكوز. برافو. يبقى احنا حصل له كومبليت فلتريشن اي نعم من الجلوميرولوس، لكن البروكسيمال كونفوليوت عملت له كومبليت ري ابزوربشن، عملت له كل الجلوكوز ري ابزوربشن. فلما اجي اقول يا جماعه انا عايزه اعمل جلوكوز كليرنس، ايه ده يا جماعه؟ ده انا عملت له فلتريشن وعملت له ري ابزوربشن، فالكليرنس بتاعه زيرو. طيب انا دلوقتي يا مهلا عملت فلتريشن لماده كومبليتلي فلترد، تمام، لكني حصل لها بارشلي ري ابزوربد، فهنا الكليرنس هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى أقل هيبقى من الجي. برافو. علشان كده انا لما اجي اقول هو احنا ليه ما بنعملش يوريا كليرنس؟ لان انا هبقى علشان اليوريا ايوه بيحصل لها ري ابسوربشن، يعني مش بالظبط بيحصل لها ري ابزوربشن فين يا عسل؟ اللوبوفينيل في التوبيولز. في البروكسيمال كونفوليوت تيوبيول بيحصل لها مش ري ابزوربشن، بيحصل لها سكريشن. يعني بتبقى الحاجات هو السكريشن حاجات بعمل ادنج للسبستانس جوه اليوم بتاع التيوبيول، يعني هي بتبقى موجوده في البلازما وبدخلها هنا التيوبيول فباثر على الريزلت بتاعتي، تمام، بعمل سكريشن، فعشان كده ما بستخدمش اليورين. طيب لو انا قلت بقى مين معانا تاني؟ فاطمه. فاطمه، لو انا عندي ماده حصل لها فلتريشن بالجلوميرولاي لكنها not reabsorbed not excreted، ده هيبقى اخبارها ايه؟ not absorbed not excreted تبقى بتساوي glomerular filtration. ايه بالظبط كده. زي مين يا جميله كده؟ زي الكريات. زي الكريات بتاعنا اللي احنا بنقول عليه الكرياتين كليرنس، او ماده ثانيه اسمها كلورين. المادتين دول بيحصل لهم كومبليت فلتريشن بالجلوميرولس لكنهم نوت ري ابزوربد نوت اكسكريتد باي التيوبيول، عشان هم دول بيسووا لي الجلوميرولار فلتريشن ريت. طيب لو انا دلوقتي حصل فلتريشن بالجلوميرولس وحصل اكسكريشن كومبليتلي بالتيوبيول، تمام، يبقى كومبليتلي فلتر وكومبليتلي اكسكريتد، هيبقى ايه اللي حاصل في الكليرنس هنا؟ هيبقى اقل من الجلوميرولار فلتريشن. طيب وهتبقى ايكوال لمين؟ للبلازما فلوريت، للفلوريت اللي داخل بتاع البلازما، الرينال بلازما فلوريت. يعني انا دلوقتي كنا قلنا في الجزئيه الاولى الافرنت والافرنت وبحب ان الفلتريشن بيتاثر لي بالرينال بلاد فلو، وعندي الماده اللي بتطلع بتعمل لي فازو دايلاتيشن هي البروستاجلاندين، والسومباكسان بيعمل لي فازو كونستريكشن وبيأثر لي على الرينال بلازما فلو. فهنا انا هنا لو حصل للماده دي كومبليت فلتريشن بالجلوميرولس وكومبليت اكسكريشن، فانا كده ايه اللي حاصل؟ ايكوال للبلازما فلو بتاعنا، خلاص، زي ماده اسمها الدايجراس ودي ماده اكسوجينوس. انا دلوقتي دايما يجي لي تحليل في المعمل اسمه الكريات كليرنس. هل هو افضل حاجه اقيس بيها الكليرنس هو الكريات، ولا في مواد ثانيه ممكن اقيس بيها؟ وايه هو البيتر، الكريات ولا حاجات ثانيه؟ الانيولين هو احسن حاجه. برافو. طب ايه تعرفي ايه عن الانيولين يا عسل؟ انا فاكره ان هو كان جولد ستاندرد في برافو. في الكليرنس. في الكليرنس. برافو. يبقى انا عندي دلوقتي ماده اسمها انيولين. في حاجه يا جماعه؟ في ماده عندي اسمها انيولين، وفعلا دي الجولد. نعم يا مها. الانيولين يا جماعه ده الجولد ستاندرد في الكليرنس. بعمل بيه ايه بقى؟ لانه بيحصل له كومبليتلي فلتر بالجلوميرولس ونوت ري ابزوربد نوت اكسكريتد. هو كان حاجه يعني قول يا مها. ايه يا جماعه؟ النت عندها تقريبا ضعيف شويه. الانيولين ده تقريبا هو برضو موجود في جسمنا فما بيعملش الرجي حاجات. لا، الانيولين ده عيبه ان هو اكسوجينوس، انا بديه من بره. ده يمكن ده من العيوب الاساسيه ان انا دي ماده اكسوجينوس بديها انا من بره، لكن هو كشغل كليرنس بيتر ذان الكرياتين كليرنس. يبقى انا دلوقتي الجولد ستاندرد في الكليرنس از انيولين، تمام، لانه كومبليتلي فلتر كومبليتلي
filtered بالجلوميرولس not reabsorbed not excreted. خلاص. لكن عيوبه بقى، عيوبه ايه؟ عيوبه اكسوجينوس. معنى كده ان انا بضطر ان انا اديه للمريض. هو not normal present في البلازما، فانا should induce او should given it to البيشنت. ثاني حاجه ماده جايبها من بره، يبقى انا بكلف المريض، يبقى انا اكسبنسيف. خلاص. مهما كان الثمن، فهو المريض بيبقى جاي يحاسب على حاجه بسيطه، فانا بخليه يشتري حاجه وياخدها، فغير التحليل هتبقى حاجه ايه؟ اكسبنسيف. ثاني حاجه ده تايم كونسيومينج، انا بدخل ماده وبستنى لما يحصل الفلتريشن وبعد كده بقيس. لكن كل ما كانت الحاجه اندوجينس في جسمي كل ما الموضوع كان سو ايزي. صح؟ تمام. يبقى الانيولين ليه مميزاته وليه عيوبه. المميزات بتاعته ان هو الجولد ستاندرد ان كليرنس but expensive time consuming exogenous substance should be given to the patient. تمام. طب في ماده ثانيه، وفي ناس كتير بقت يعني الايرا دلوقتي بتاعت الكليرنس حاجه اسمها سيستاتين سي. سيستاتين سي يا جماعه، عشان لو شفتوه في اي تحاليل يبقى سيستاتين سي، وبينزل كتير وبيجي كتير. هو ايه السيستاتين سي ده بقى؟ ده الموست اكيوريت كليرنس. تمام. الموست اكيوريت، يعني لو قلنا الانيولين اكيوريت فده الموست اكيوريت. مين؟ سيستاتين سي. تمام يا جماعه عشان ما ننساهوش. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن لو مولكيولار ويت بروتين موجود في جسمي وبيحصل له سينثيسيس في كل النيوكلييتد سيلز، يعني موجود في الجسم وبيصنع في جسمي. طب انا ما بستخدموش ليه؟ ما بستخدموش ليه يا جماعه؟ المفروض ان هو ايه اللي هينزله في اليورين ما دام هو في السيلز؟ ايه اللي هينزله في اليورين ما دام هو في السيلز؟ هو بروديوسد بالسيلز، بيحصل برودكشن بالسيلز. ما هو اي حاجه في جسمي بيحصل لها فلتريشن يا بطل، مش انا اي حاجه لازم تعدي على الجلوميرولس، سواء اندوجينس او اكسوجينس لازم تعدي على المصفى. تمام. هو استخدمه امتى بقى؟ يعني الدكتور الشاطر اللي يطلبه لما يكون عايز ايرلي دايجنوزس. يعني انا دلوقتي لو جاي مريض انا سسبكت ان هو ممكن يبقى لا قدر الله داخل في رينال ابنورماليتي، يا ريت تطلب السيستاتين، ما تطلبش الكريات كليرنس، لان الكريات هنقول عيوبه ومميزاته دلوقتي. يعني السيستاتين بيتر اند مور اكيوريت ذان الكريات كليرنس. ده انا بستخدمه كايرلي ديتكشن في الرينال ابنورماليتي. وده كمان ماده كويسه قوي لان اندوجينس طالع من الخلايا بتاعتي، مش ما فيهوش العيب بتاع الانيولين اللي هو كان اكسوجينس. وما بتاثرش بالسن ولا ولا بالسكس ولا بالايج ولا بالسكس. انا بستخدمه يا جماعه الانديكيشن بتاعه في الايرلي دايجنوزس، في الرينال ابنورماليتي، والمونيتورنج للبروجريس لاي ديزيز. يعني انا دلوقتي لو في مريض بعمل له فول اب ان انا اشوف الدنيا عامله ايه، كليرنس عامل ايه، لا قدر الله انت اليوريا والكريات الكلام ده حاسس ان هم يعني بوردر لاين كده، لا اعمل سيستاتين. على فكره بقى انطلب كتير. تاني حاجه لو انا هبتدي ثيرابي معينه اعمل بريدكشن امتى هبتدي الثيرابي، يبقى انا اعمل سيستاتين. او لو لا قدر الله المريض ده مثلا ماشي على انتي بايوتيك معين والانتي بايوتيك ده نيفروتوكسيك وعايزه اشوف مدى التوكسيستي او مدى تاثيره على الرينال افكشن، فيا ريت اعمل السيستاتين. خلاص يا جماعه. يعني انا دلوقتي لو لا قدر الله حد من قرايبنا حبينا نعمل له حاجه للكليرنس يبقى السيستاتين. عيوبه بقى ان هو ايه؟ المعامل بتعمله غالي، لان بيقول لك لا ده بنقيس وبروجرام معين وما اعرفش ايه، لكن كله بيفضل الكرياتين، حاجه سهله وبسيطه ومش بيستهلك اي كيماويات. تمام. خلاص يا جماعه عرفنا ميزه السيستم. يبقى احنا كده قلنا كليرنس عملناها بالانيولين، وده الجولد ستاندرد، وده يعني كويس جدا، بس عيبه ان هو اكسوجينس واكسبنسيف وتايم كونسيومينج. الموست اكيوريت از سيستاتين تي. نتكلم بقى على اللي احنا كلنا بنعمله، كلنا طبعا بقى حبيب الملايين، الكريات كليرنس او الكرياتينين كليرنس. حد عارف ايه مميزاته بقى او ليه بنستخدمه ده؟ اكيد شيب وعشان برضو اندوجينس. برافو. يعني سيمبل في المعمل بعمله بسهوله جدا. ما كمان يعني موجود، المفروض ان انا عارفه في البلازما الليفل بتاعي، عارف الكرياتين النسبه كام، فكده ستيبل عندي يعني ستيبل بلازما كونسنتريشن. يبقى انا الادفانتج بتاعته
زي ما فاطمه قالت inexpensive easy estimation simple الاندوجينوس سبستانس، ومش بتاثر بالبلازما ليفل، يعني هو مينتيند عندي بكونسنتريتد معين، بكونسنتريشن معين في جسمي، صح كده؟ ايه صح. العيوب؟ ايه العيوب يا جماعه؟ يعني انا لو انا بشتغله يبقى عارف العيوب بتاعه الكرياتينين كليرنس اللي المفروض inaccurate. مش قوي يعني يا باشا كده. بيتأثر بالدايت. برافو عليك. ما عشان كده inaccurate بقى. وخاصه الميت. مم. خلاص تمام. ايه كمان؟ افتكروا كده، مش احنا قلنا جزء منه بيحصل له سكريشن في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول؟ مم. بالتيوبيول، يعني هي مينيمم او ماونت بس، او فيها جزئيه بتتاثر يعني. تاني حاجه، انا ممكن انا بشتغل الكريات اقول لك يا دكتوره فاطمه خلي بالك الكرياتينين ليفل بتاعك هيتاثر لو انت عندك هيموليسيس. لا، ده لو المريض واكل حاجه معينه، لو البي اتش بتاع المريض كده، فمعنى كده ان في اناليتيكال انترفيرنس. تمام؟ يعني بيتاثر بالاناليتيكال معايا داخل فيه. يبقى الديس ادفانتج يا جماعه بتاع الكرياتينين كليرنس، اولا سمول فراكشن منه بيحصل لها سكريشن بالتبيول، ودي يعني نارو رينج قوي بس هي موجوده، واناليتيكال انترفيرنس، وافكتد بالدايت. خلاص؟ طيب معنى كده ان احنا قلنا ان الكريات كليرنس او الكليرنس تيست كله بيساوي جلوميريال سيركيليشن ريت. هو النورمال رينج بتاع الكرياتينين كليرنس كام يا جماعه في جسمنا؟ حد عارف في الميل كام؟ في الميل من 90 ل 135 مللي على الملي. يعني انا المفروض بيحصل فلتريشن او كليرنس لاي ماده في جسمي about 90 ل 135 مللي على الملي، كل دقيقه بيحصل لها فلتريشن. في الفيميل من 80 ل 125. ده النورمال رينج بتاع الكرياتينين كليرنس يا جماعه، ما تتنسيش، من 90 ل 135 في الميل، وفي الفيميل من 80 ل 125. طيب حد تمام. عارف ان انا ازاي اعمله الكرياتينين كليرنس اللي هو المفروض البروسيجر اللي انا امشي عليه؟ اللي هو تجميع يورين 24 ساعة. تمام. يبقى انا ببلغ الممرضه تعمل لي كوليكشن لليورين، بس انا قبل ما اديها الاوردر ده لازم اكون عامل هايدريشن كويس للبيشنت. يعني ايه هايدريشن كويس؟ يعني انا اخلي المريض عادي يعيش حياته ويشرب ميه كويس وكل حاجه، عشان ما اعملوش ريستريكشن ويتاثر لي على الكريات كليرنس. يبقى انا دلوقتي بقول له والله انت هتحضر مثلا هيتعشى كويس والدنيا بيس وخلاص، وهعمل كوليكشن من اول الصبح، او العينه هعمل لها اكسكلوجن، وبعد كده هبتدي بعد كده. بس انا السؤال اللي قبل ما اخد العينه يكون واخد كميه حوالي نص لتر ميه كده، تمام؟ بس ما يكونش شارب شاي، ما يكونش واخد الدراجز بتاعته، ما يكونش واخد كافي، ما يكونش واخد نسكافيه، ما يكونش واخد الحاجات اللي بتعمل دايوريتكس كتير وتعمل لي يعني بتعمل دايوريسيس. كل الاماونت بتاع اليورين في الاول كتير، وبعد كده يبقى حاصل فيها ريستريكشن، مش عارف انا بعمل كونسنتريشن لايه بالظبط. فانا بخلي المريض ياخد حوالي نص لتر ميه يشربه كده، وبعد كده اعمل امبتي للبلادر في اول ما بيصحى، وبعد كده ابتدي اجمع من تاني عينه. خلاص، او اعمل كولكشن 24 اور لتاني يوم الصبح هقوم واخده العينه اللي انا كنت عملتها اكسكلوجن امبارح. تمام؟ يعني انا ان انا سحبت النهارده الساعه 8، ما خدتش اول عينه، بدات من 8 ونص، يبقى انا بكره هاخد بتاعه 8 ونص معايا. ماشي يا جماعه؟ تمام. طيب انا وانا باخد اخر عينه او اخر نقطه يورين المريض بيجيبها وبعمل كولكشن، بسحب عينه البلازما. يبقى انا بسحب بلازما كريات معايا، وعندي كده الكولكشن بتاع 24 يورين الفوليوم، وعندي وهعمل عينه اليورين اليورينري كونسنتريشن بتاع الكريات عشان اعمل منها كرياتينين كليرنس. احنا قلنا المعادله بتاع الايكويشن بتاع الكرياتينين كليرنس ايه يا جماعه؟ يو في البي على حلو قوي. يو في البي على البي. على البي. طيب قال لك المعادله دي بيتاثر بيه ان انا ميل من فيميل، ان انا اوبيز، ان انا سن، ان انا البادي سيلف مختلف، ان انا طويله، ان انا قصيره، فعملوا حاجه اسمها كوركتد كرياتينين كليرنس. ايه كوركتد كرياتينين كليرنس يا جماعه؟ ان انا دلوقتي اليو في البي على البي. حلو كده؟ دي المعادله تعتمد على البادي سيرفيس. بالظبط. هضرب 1.73 71% على الاي اللي هي البادي سيرفيس اريا. خلاص؟ البادي سيرفيس اريا انا عارف ان هي بتبقى عباره عن ايه؟
بتاثر بين ايه الويت والهايت. خلاص يا جماعه، دي بدخلها على لو انا مظبطاها على الجهاز عندي بيحسب لي المعادله على طول. بدي بس اليورينال كونسنتريشن بتاع الكريات، وبديله كميه اليورين اللي انا مجمعها، وبديله السيرم النسبه بتاعته كام، وبقوم حتى المعادله بتاعتي فهو بيحسبها لي على طول. فمعنى كده ان انا بشيل الايرور اللي انا كنت خايفه منه، ان هو لا ده ميل من فيميل، ده البادي سيرفيس اريا، ده الكلام ده كله. تمام. طيب انا دلوقتي لو واحد اسيليتك داخل يعني يعمل كريات كليرنس، هل ده هيأثر لي على الكريات كليرنس؟ الاكسرسايز والبادي فيزيكس كل ده بيأثر لي. ليه؟ عشان يا جماعه الحركه بتاعت المصل اللي هي عشان المصل بيبقى فيها ايوه، كريات فاكرين السي كي، فبيتكسر. التوتال سي كي والسي كي ام بي والسي كي ام ام والبي بي والكلام ده، ما ده كله ده انتاج مصل. فمعنى كده ان انا الكرياتينين ده او الكريات اللي طالع ده متاثر لي بالمصل مات. يعني كده ما يجيليش واحد بقى لسه جاي من التمرين حالا وما اعرفش ايه وقيس له البلازما وحد يقول لي لا ده يعمل كولكشن وقيس، لا كده المعادله تبقى كلها غلط. خلاص يا جماعه، يبقى انا دلوقتي ايه السورس بتاع الايرور اللي انا ممكن اقابله في الكريات كليرنس؟ حد يقدر؟ السورس بتاع الايرور ان انا ممكن اقابله وانا شغاله كرياتينين كليرنس. اولا ما عملناش هايدريشن كويس. حلو قوي الامبروبر هايدريشن للبيشنت. تمام. مثلا برضو اللي هو البيفرج اللي هو خد شاي او كافيين او كده. تمام صح. او واحد جاي اكسرسايز عامل يعني تمرين ميت في التمرين وجاي يقول لك انا عايز اعمل كرياتين دلوقتي. طيب او ان انا عملت اصلا التايم بتاع الكوليكشن بتاعي غلط، لا ده المريض مش عارف يجمع، فانا جيت في وسط اليوم من غير ما اعمل اي هايدريشن او اي حاجه، المس جابت لي اليورين سامبل او اليورين كوليكشن اللي جمعت في خلال 4 ساعات. على فكره في ناس بتحسبها كده، تعمل 4 ساعات واقوم مكمله ضربه بقيه اليوم. جالي 4 ساعات يبقى انا باقي لي على 24 ساعه، يبقى اضرب كمان في 6 يبقى انا كده عملت كوليكشن. في ناس بتعملها كده. ده مش هيديك البروبر ريزلت اللي انت عايزاه، لان انا ممكن قلنا المريض ده دخلت في وسط اليوم وخد مثلا كوبايه شاي، ده عمل دلوقتي دايريتس وبعد كده عمل ريستريكشن، فالفوليوم نفسه مش هيبقى الاكيوريت معاكي. يا اما انت تعملي كولكشن للدي كله، يا اما انت تبقي عارفه التايم البروبر اللي المريض يسحب منه او ناخد منه العينه. معنى كده يا جماعه ان انا دلوقتي لو الكريات بتاعي في البلازما نورمال، اخبار الكريات كليرنس هيبقى ايه؟ لو ايه؟ البلازما كريات نورمال، هو كام من اصلا نورمال الكريات بتاعنا في جسمنا كام؟ النورمال من 1.1 ل1.2. من 7/10 1/2. حوالي تمام. هو انا المعادله يا جماعه لو بصينا المعادله اليو في الفي على البي، ايه رايكم في البلازما كونسنتريشن بتاع العلاقه هنا ايه؟ عكسيه. تمام. يبقى انا عندي اليو في الفي على البي، اللي تحت البي ده بلازما كونسنتريشن بتاع الكريات، وانا المعادله اصلا عباره عن كريات كليرنس. معنى كده ان الكريات كليرنس بيعلى لو عندي بلازما كونسنتريشن عكسية. بالظبط. انا البلازما كونسنتريشن بتاعتي بتاع لو قليلة يبقى هو عالي في يبقى انا عندي الكريات كليرنس هنا هيبقى ايه؟ هيبقى كويس. ما هو كل ما كان الكريات كليرنس كويس عالي كل ما ده كان بالنسبه لي احسن، معناه ان بيحصل فلتريشن كويس. انا اخاف لو الفلتريشن ده اقل من 80 او اقل من 90 او اقل من النورمال، لكن وانس ان هو عالي ده كده معناه الجلوميرال فلتريشن كويس جدا. خلاص يا جماعه؟ تمام. طيب لو البلازما لو سي مثلا بقول لك يا فاطمه انا الكريات بتاع البيشنت ده 3، يبقى انت دلوقتي شاكه ان الكريات كليرنس ده هيبقى كام؟ ايوه ان الكريات هي البلازما كان 3. كليرنس هيبقى شكله ازاي؟ يبقى الكليرنس قليل. معناها كده البيشنت كويس ولا وحش؟ لا وحش. بالظبط كده. يبقى انا دلوقتي الكليرنس بيبقى ريفرس ريليشن ما بينه وما بين البلازما كرياتين. البلازما كونسنتريشن. تمام يا جماعه، نركز في الحته دي عشان يعني على الاقل هتفكرني امتى اقول المريض ده كويس وامتى المريض ده يبقى ايه
وحش، لان انا خايف من اي ريزلت بخاف منه لو هي عاليه، لكن الكريات كليرنس انا بخاف منه لو هو قليل. يعني أنا المريض اللي يجي لي 60 و50 والكلام ده لا، ده كده مفيش فلتريشن يعني ما بيعديش، الدنيا بالنسبه له مش كويسه. يبقى الكونسنتريشن عالي. بالظبط، يبقى انا البلازما كونسنتريشن بتاع الكريات عالي، صح، يبقى ده مريض مم. لينا اصلا اهو، الدنيا بالنسبه لي واضحه. مم. خلاص يا تمام. جماعه. طيب لما طيب هو أدق، يعني هو أدق من البلازما كونسنتريشن يعني. ايوه مم. الكريات كليرنس يعني مم. اكيوريت زين البلازما كونسنتريشن لوحده، لان احنا قلنا في تمام. عوامل ثانيه داخلالي في البلازما كونسنتريشن، لكن انا عملت كولكشن لليورين فشفت جزئيه الفلتريشن كلها اخبارها ايه. بس ده لو انت ماشيه البروبر تيست، يعني عامله كولكشن صح واخده عينه اليورين صح والمريض هايدريشن صح وما تاثرش باي فاكتورز ثانيه. تمام. مم. وانت ماشيه البروبر تيست صح هيبقى مليون في المره في الميه بيتر ذان البلازما كونسنتريشن لوحده، لان انت ما تعرفيش ده جاي لك من تمرين، لا ده اتاثر، لا ده الفيزيك، ده البادي فيزيكس بتاعته اخبارها ايه، ده المصل اكسرسايز بتاعته ايه، فده اتاثر لي مع الكرياتينين مع التوتال سي كي ولا لا. لكن كرياتينين كليرنس بيتر ذان البلازما كونسنتريشن بتاع الكريات الومنيوم. تمام واضحه؟ تمام. 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 في حاجه بقى تانية قال لك ايه، لا ده انا واحده اوبيز، لا ده انا واحده صغيره في السن، ده انا كذا، ده انا كذا، فعملنا حاجه اسمها اي اف جي ار، الاستيميتد جلوميرولار فلتريشن ريت. يعني انا دلوقتي في حاجه اسمها عندي يا جماعه كريات كليرنس، في حاجه اسمها كوركتد كرياتينين كليرنس. ماشي، خلينا فاكرين المعادلات تاني، واحده تقول المعادله بتاعت كرياتينين كليرنس. يو في الفي على بي. حلو قوي. الكوركتد هنضربه في 1.73% على ايه؟ حلو قوي. ايه بقى بس الاستيميتد جلوميرولار فلتريشن ريت؟ الاستيميتد دي ما في معادله بحبهاش بقى. عندي بتتحفظ يا جماعه عباره عن 140 ناقص الايج في الير. يعني انا عندي 140 ده رقم ناقص زي مثلا المريض ده 20 سنه، يبقى 140 ناقص 20 خلاص، في الويت وزنه قد ايه بالكيلو جرام، في فاكتور حاجه اسمها كي، الفاكتور ده بالميل بيبقى 1 في الميل بيبقى 85%، ساعات ما بنضربوش خالص على 72 في البلازما كرياتينين. خلاص، يبقى الاي اف جي ار او الاي جي اف ار الاستيميتد جلوميرولار فلتريشن ريت عباره عن ايه يا جماعه، او لها اسم تاني اسمها كوكروفت فورمولا، كوكروفت جولد فورمولا، ساعات تنزل كده كوكروفت فورمولا او اي جي اف ار، ساعات بتنزل لكم في التحليل لما يكون دكاتره عاملين طلاسم كده استيميتد جلوميرولار فلتريشن ريت او كوكروفت فورمولا. انا عارف ان دي استيميتد جلوميرولار فلتريشن، دي مش عايز منها حاجه غير حاجه واحده بس، عينه بلازما، عينه سيرم للمريض. يعني ده كله عينه سيرم كرياتينين عادي خالص، مجرد كده على اليورين. لا سيرم، مم. سيرم بس يا جماعه، انا مش عايز في الاستيميتد جلوميرولار فلتريشن ريت غير عينه سيرم بس. انا بعملها معادله 140 سنك قد ايه يا حاج كذا، والوزن بتاعك كام، اطلعه على الميزان عندي واوزنه او هو يقول لي على الوزن، واقوم ضرباه في ثابت، لو هو راجل هضربه في 1 على 72، ده رقم ثابت في البلازما كرياتينين، ما نحتاجش المعادله دي غير هي السيرم كرياتينين او البلازما كرياتينين. تمام كده. عيبه بقى ايه الاستيميتد جلوميرولار فلتريشن ريت بتاعتها ايه المعادله دي؟ inaccurate عشان ها؟ عشان مش اليورين مش موجود او كده. عشان الويت، هو انت عندك دلوقتي انا واحده اوبيز وانت واحده سن، الوزن بتاعك مم. الوزن بتاعك ممكن يكون البلازما بتاعك كويس، لكن انت في معادله عكسيه مع الويت. انت دلوقتي الويت مم. عندك انا مثلا معديه 200 كيلو او كده، لا ده واحده ثانيه في النورمال، فتاثر لي الاكيوريت ريزلت كده. يعني الاوبيز والادينوكاس بيشنت، لو البيشنت ده مره، يعني الاوبيزيتي بتاثر لي على الاستيميتد جلوميرولار فلتريشن ريت. خلاص. مم. تمام يا شباب. تمام. المعادلات دي بتنزل على فكره كتير واحنا بنشوفها في المعمل. في حاجه تانية بقى اسمها ام دي ار دي، ام دي ار دي اللي هي الموديفيكيشن اوف الدايت ان رينال ديزيز، موديفيكيشن اوف دايت ان رينال ديزيز. دي معادله بتتحط على معظم الاجهزه الاوتوماتيك اللي موجوده في المعامل، وتدخليها اللي هي انت بتاخدي فيها بس البلازما كونسنتريشن بتاع الكرياتينين، وتقومي عامله الاستيميتد اللي انت عملتيها في جلوميرولار فلتريشن ريت. هي المفروض هنا بتبقى النورمال بتاعها 186. خلاص، هي بتدخليها، يعني هي معادله مركبه كده بتدخل على الجهاز. بس كده. في حاجه تانية بقى
هو احنا ليه يا جماعه ما اخترناش اليوريا كسبستانس في الكليرنس؟ ودي عشان ننتهي بيها، عشان حاساكوا كده فصلت. علشان اليوريا ممكن تيجي من اي حاجه اكسوجينوس بره الجسم. برافو. إيه كمان؟ أم، هي اليوريا نوت اكيد انديكيتور للجلوميرولوستريشن ريت، زي ما فاطمه قالت ان هي ممكن نبقى واخدينها في الدايت مثلا، بتاثر لي بالدايت. فكرة الدايت اليوريا، هو احنا مش عارفين اليوريا سايكل يا اولاد، او السايكل بتاعتها اللي كانت في الهيباتيك، مش احنا عارفين في دوره كده اليوريا في الليفر هيباتوسايت، وحصل ازاي، واليوريز انزيم والكلام ده كله. مم. ده لو انا عندي افكشن في الليفر فهيأثر لي على اليوريا كليرنس، لانها بيحصل لها هيباتيك سينسز، السايكل بتاعتها اصلا موجوده في الليفر. طيب اسمها ايه، وبتعتمد كمان ايه؟ يبقى انت بتعتمد على اللايت، وبتعتمد على السينسز بتاعت الليفر بتاعتها، بس اهم حاجه ان هي ما بتعتمدش على ايه؟ على الجلوميرولار فانكشن. هي مش محتاجه ان انا اظبط مريض مثلا، ان انا اقول له خد هيدريشن معين، لا جمع لي كذا. هي دي الميزه اللي فيها، لكن عيوبها الدايت، عيوبها الهيباتيك، عيوبها ان هي بتعتمد لي على اليورين فلو ريت، اللي هو يعني كميه البلاد اللي داخله للرينال تيشو، فبتاثر لي على الفلوريت اللي داخل للجلوميرولس، فبتاثر لي على اليوريا كليرنس. تمام؟ معنى كده ان انا باخدش اليوريا يا جماعه نوت اكيوريت ان كليرنس. ليه؟ افكتد بالدايت، افكتد بالسنسز بتاع في الليفر، وبتديبند على اليورين فلوريت. تمام؟ عشان كده هي ان اكيوريت. تمام؟ يا رب تكونوا فهمتوا اللي قلناه. واهم حاجه الرسمه اللي على السكرين ده يا جماعه، ان انا جزئيه اللي هي اللوجو هنا اللي شغال حاجه اسمها الكاونتر كارنت مالتيبلاير سيستم، ان هو بيديني في الجزء اللي فوق ايزو اوزموتيك، في الجزء بتاع اللوجو هنا بيبقى هايبر اوزمولار لان فيه البرميابيلتي بتاع الووتر عاليه، الجزء الثاني بيبقى هايبو اوزموتيك لان فيه البرميابيلتي للصوديوم هي اللي عاليه، وهيطلع لي في الاخر هايبو اوزموتيك. تمام ولا الدنيا عامله ايه معاك؟ تسلمي يا دكتور والله. يعني تسلمي. طلعتوا النهارده بالكريات كليرنس، وده الحمد لله يعني. يا رب يبقى احنا عرفنا معادله الاتنين كليرنس، وعرفنا شكرا يا دكتور. نعم يا مها. بقول لك شكرا، فهمنا. ربنا يخليك. كده عرفنا لو حد سالنا يعني ايه كريات كليرنس، هل هي بيساوي جلوميرال فلتريشن ريت ولا اقل ولا اكتر؟ لا، هما الاثنين ايكوال، لكن انا بعمل استيميتد للجلوميرال فلتريشن ريت بمعادله معينه بدخل فيها الوزن والطول والكلام ده والايج قصدي، وبحسب فيها الاستيميت. لكن الجلوميرال فلتريشن ريت هو از ذا سيم از كرياتينين كليرنس، وعرفنا النورمال بتاعه من 90 135 او من 80 125 في الملي على الملي. وربنا يكرمكم ان شاء الله، ولو كده هنكمل المره الجايه ان شاء الله بإذن الله. شكرا يا جزيلا. جماعه. شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور. العفو يا جماعه والله، ربنا يكرمكم.